بعد ما لفينا في يريفان عاصمة أرمينيا، جه النهاردة يوم جديد. يوم هنروح نستكشف فيه مكان جديد، مكان تاريخي في أرض الجبال القديمة تحت ظل جبل أرارات المهيب. في مكان صغير لكن قصته عظيمة، مكان اتغير فيه مصير أمة كاملة. النهاردة هنتكلم عن دير خورفيرات، واحد من أهم وأقدس المواقع في أرمينيا، واللي من هنا بدأت رحلة المسيحية في البلد دي. كلمة خور في راب معناها بالأرمينية الحفرة العميقة، والاسم ده مش مجرد وصف، ده فعلا المكان اللي حصلت فيه واحدة من أعجب القصص في التاريخ الأرميني كله. زمان في القرن الثالث الميلادي كان ملك أرمينيا اسمه تريدات الثالث، وكان ملك وثني بيعبد الأصنام زيه زي معظم الناس في المملكة في الوقت ده. في الوقت نفسه كان في رجل اسمه غريغوريوس، أو زي ما بيتقال عليه دلوقتي غريغوريوس المنور، كان مؤمن بالمسيحية، وده كان شيء مرفوض تماما وقتها. الملك سمع عنه وغضب جدا، خصوصا لما اكتشف إن غريغوريوس أصله ابن واحد كان في يوم من الأيام عدو لوالده الملك. الملك اعتبر وجود غريغوريوس خطر مزدوج، خطر ديني وخطر شخصي، فقرر يعاقبه عقاب قاسي جدا. ما اكتفاش بسجنه، لأ، رماه في حفرة عميقة تحت الأرض مليانة تعابين وحيوانات سامة، ما كانش في أي وسيلة للخروج منها. بس يا جماعة، هنا المنزل اللي بيودي على الأوضة الصغيرة اللي كانت معمولة سجن لغريغوريوس. تعالوا ننزل ونشوف. بصوا من جوه، السقف عالي جدا. بصوا المكان صغير جدا جدا، يعني حاجة يعني لا تصدق بصراحة. المكان ده هو اللي بقى بعد كده خورفيراب، كان اللي أنا موجود فيه دلوقتي. الملك سابه هناك معتقد إنه هيموت بعد أيام قليلة، لكن اللي حصل كان غير كده تماما. غريغوريوس عاش في الحفرة دي 13 سنة، 13 سنة من الضلمة والوحدة ومن الألم، ومع ذلك إيمانه ما اتكسرش. القصص بتقول إن في ست مؤمنة كانت بتيجي من وقت للتاني وتخبي له أكل من فتحة صغيرة فوق الحفرة، هي دي اللي حفظته على قيد الحياة. وفي يوم من الأيام الملك تريدات الثالث أصيب بمرض غريب جدا، فقد عقله وأصبح كأنه حيوان، مفيش طبيب قدر يشفيه ولا كاهن وثني نفعه، لحد ما حلمت واحدة من الأميرات إن الحل الوحيد هو إخراج غريغوريوس من الحفرة. وبالفعل طلعوه بعد 13 سنة. الراجل اللي المفروض يكون انتهى طلع لسه حي. لما شاف الملك طلاله وربنا شفاه فورا. الملك اتأثر جدا وآمن بالمسيحية، وأعلن رسميا إن أرمينيا تكون أول دولة في التاريخ تتبنى المسيحية كدين رسمي سنة 301 ميلادية. ومن وقتها بقى خورفيراب رمز بداية النور في أرمينيا بعد ظلام طويل، والحفرة اللي كانت سجن بقت مزار مقدس. الناس بتزوره لحد النهاردة وبتنزل بنفسها تشوف العمق اللي عاش فيه غريغوريوس كل السنين دي. أما فوق فالدير نفسه بسيط كأنه جميل جدا، جدرانه كلها مبنية من الحجر البركاني الأحمر، ومن فوقه شوف منظر يخطف الأنفاس. جبل أرارات العظيم في الخلفية، السهول الأرمينية قدامك كأنها لوحة. الجبل ده مش أي جبل، المكان اللي بيقال إن سفينة سيدنا نوح استقرت عليه بعد الطوفان، وده اللي بيخلي المنظر كله مهيب ومليان رموز ومعاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واستناني في الرحلة الجاية، لأن لسه في أماكن تانية تخبي قصص أعجب من الخيال.